هي في اهرب دي، انت عايز تهرب دي، ما تهربش من المشاعر دي. غلط جدا ان احنا نتجاهل او نبعد او نحط تحت السجاده زي ما بيقولوا اي مشاعر سلبيه انا حاسس بيها. اول حاجه تعملها اعرف ايه هي المشاعر دي، يعني سميها انا زعلان، متضايق، انا غضبان. وخد بالك ان اي مشاعر احنا بنحسها سلبيه وراها سبب او احتياج، بس احنا بنفضل عايشين في الكلاود بتاعه المشاعر ومش بنروح للتفكير عشان نعرف هي ايه الفكره او ايه الاحتياج اللي مخليني حاسس بالشعور ده. طب يعني اعمل ايه؟ زي ما بقول لك المشاعر دي قلنا ان وراها سبب او احتياج. يعني انا دلوقتي حاسس ان انا خايف. انا خايف من ايه؟ ايه السبب؟ محتاج اطمن. اللي خايف محتاج يطمن. سي انت خايف من مقابله انترفيو، خايف من امتحان، خايف من اول يوم شغل، يبقى انا محتاج اطمن على ان انا مذاكر كويس، محتاج اطمن ان انا محضر ورقي كويس للانترفيو. فانت عرفت انت محتاج ايه، خرجت من كلاود المشاعر لانت محتاج تعمل ايه. طيب اوقات كتير بيكون اللي احنا محتاجينه ده عند ناس تانية مش عندنا، يبقى لازم نتعلم ازاي